ونعود إلى أبوجا، حيث توصلنا اللحظة بأولى الصور للاستقبال الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية فخامة السيد محمد بوخاري بالقصر الرئاسي بأبوجا على شرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولدى وصوله إلى القصر الرئاسي خفرت الموكب الملكي فرقة من الحرس الرئاسي، وهو تقليد يخصص لكبار ضيوف نيجيريا الفيدرالية. إثر ذلك استقبل جلالة الملك من طرف الرئيس محمد بوخاري قبل أن يلتحق قائد البلدين بالمنصة الشرفية لتحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بقدوم جلالة الملك حفظه الله. وبعد أن استعرض جلالة الملك تشكيلة من حرس الشرف، التحق جلالته بالمنصة الشرفية لتحية العلم الوطني المغربي. وعقب هذا الحفل أخذت لجلالة الملك والرئيس النيجيري صورة تذكارية